السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص هيل علينا كلها اسبوعين. رمضان كريم علينا وعلى الامه العربيه كلها اجمعين يا رب. رمضان جه فمعنى كده ان الاكل قل، الناس اللي مهتميه بالسعرات الحراريه بتاعتها ممكن ما تعرفش تكمل السعرات بتاعتها اليوميه، لان طبعا عدد ساعات الصيام بتبقى اكتر من عدد ساعات الفطور. فاول حاجه بتيجي في دماغهم المكملات الغذائيه. انا ممكن اكمل السعرات الحراريه بتاعتي من خلال المكملات الغذائيه، بحيث ان انا اكمل الفيتامينات ومعادن وبروتين وكربوهيدرات ودهون صحيه وهكذا. فده طبعا تفكير سليم جدا. عشان كده حلقه النهارده هنتكلم على اهم المكملات الغذائيه اللي ممكن نستخدمها في شهر رمضان. فيلا نشوف الكلام ده. اول مكمل معانا ويعتبر من اهم المكملات اللي ممكن نستخدمها اصلا في السنه كلها مش في رمضان بس، وهو المالتي فيتامينز. المالتي فيتامينز من المكملات الغذائيه اللي هنحتاجه كتير جدا في رمضان. ده طبعا زي ما قلت في اول الحلقه ان احنا مش بناكل كل العناصر او كل الفيتامينات في اليوم بتاعي، فلازم اكمله بمكمل غذائي من بره عشان اقدر اخد الفايده بتاعته من الفيتامينات والمعادن. وانسب مكمل غذائي طبعا للفيتامينات هو المالتي فيتامين. ده غير ان هو بيرفع المناعه وكويس جدا للعظم والجلد، وكمان بيكبر العضلات. فالمالتي فيتامينز هيبقى من اهم المكملات الغذائيه اللي ممكن تستخدمها في رمضان. طب ايه هي المالتي فيتامينز او الشركات اللي ممكن نستخدمها كمالتي فيتامينز او شركات كويسه؟ يعني طبعا ده مش اعلان لحاجه، ده من خلال تجربتي. اول مالتي فيتامينز معانا وهو الانيمال باك. الانيمال باك عباره عن اكياس، كل كيس فيه حوالي 10 بيلز او 10 كبسولات. فالانيمال باك من الشركات بتاعت المالتي فيتامينز الكويسه جدا. تاني مالتي فيتامينز معانا وهو الاوبتيمال انا شخصيا بستخدمه اهو. فالاوبتيمين يعتبر من احسن المالتي فيتامينز اللي ممكن ناخدها، وفيها كل الفيتامينات والمعادن. الاوبتيمين ده للرجال وفي منه كمان للسيدات. افضل وقت ممكن ناخد فيه المالتي فيتامينز هو مع الفطار او مع الوجبه الثانيه. لو انت هتاكل الفطار بتاعك وجبه صغيره وعايز تاخد المالتي فيتامينز بوجبه كبيره، ممكن ناخدها مع الوجبه الثانيه. ده افضل معادن ممكن يتاخد فيهم المالتي فيتامينز. تاني مكمل غذائي معانا طبعا الواي بروتين او البروتين عموما. البروتين مهم في رمضان لان احنا مش هنقدر نكمل السعرات الحراريه بتاعتنا زي ما قلنا. فالبروتين هيبقى وجبه خفيفه بتتاخد مثلا بعد التمرين او قبل ما تنام. لو احنا هناخد مع الكازين زي ما هنتكلم عليه دلوقتي، هيقلل لك السعرات وهيديك الجرامات بتاعتك اللي انت هتحتاجها من البروتين. فمكمل البروتين مهم جدا طبعا في رمضان. من المكملات الاساسيه جدا اللي احنا بناخدها في رمضان هو مكمل البروتين الكازين. زي ما اتكلمنا في حلقه انواع البروتين، الكازين بروتين يعتبر من الكازين البطيء الامتصاص. عشان كده دايما بناخد السكوب بتاعه مع السحور، او الناس اللي بتتمرن بالليل قبل السحور، فبناخد بعد التمرين بتاعنا سكوب بروتين كازين عشان يقدر يغذي العضله طول ما انا صايم. فالكازين بيتاخد قبل النوم او بعد السحور، يعني عشان يغذي العضله طول ما انا صايم او طول ما انا نايم. فالكازين بروتين او الواي بروتين عموما او البروتين عموما مهم جدا في رمضان. افضل وقت للواي بروتين هيبقى بعد الفطار او بعد التمرين، ولو الكازين بروتين زي ما قلنا هيبقى على السحور او قبل ما تنام. ثالث مكمل معانا ومن المكملات المهمه جدا هي الاوميجا 3. الاوميجا 3 من المكملات الغذائيه اصلا المهمه للناس اللي بتتبع نظام الصيام المتقطع، لان انت بتبقى في ساعات صيام معينه انت بتصومها فما بتبقاش واكل فيها. فالاوميجا 3 هنا بتلعب دور الطاقه او الاحماض الدهنيه اللي ممكن بتشغل المخ، بتخليك قادر تكمل يومك وانت صايم. فالاوميجا 3 هتبقى من المكملات الغذائيه المهمه جدا في رمضان. ده غير ان احنا في رمضان مش بناكل سمك كتير، لان احنا عارفين ان السمك مليان بالاوميجا 3، فطبعا هتلاقي الاوميجا 3 عندك في رمضان ناقصه. فمهم جدا ان انت تجيبها كمكمل غذائي. ده غير طبعا الاوميجا 3 مهم جدا للجسم وللمفاصل والذاكره والمخ، وكمان مهمه لصحه القلب. الجرعه اليوميه للاوميجا 3 هي 1000 مللي جرام، عباره عن الحبايه ساعات في شركات بتبقى 1000 مللي جرام الحبايه، وفي شركات بتبقى 500. انت المتوسط ان انت تاخد في اليوم 1000 مللي جرام في الوجبات بتاعتك، سواء عايز تاخدها على الفطار او في الوجبه الثانيه او في السحور، ايا كان. المهم تاخد حبايه الاوميجا 3 مع الوجبه. كده احنا خلصنا المكملات الغذائيه الاساسيه. في مكمل تاني اخير بس في ناس ممكن تحطه من ضمن الكورس بتاعها في رمضان، وفي ناس ما بتحطوش. انا من الناس اللي بقول ان انا بلاش اخده في رمضان، وهو الكرياتين. الكرياتين هو مكمل مهم جدا، يمكن من احسن المكملات اللي ممكن ناخدها على مدار السنه. لكن في رمضان زي ما احنا عارفين ان الكرياتين لازم عشان ما يضرش الكبد او ما يضرش الجسم لازم اشرب ميه كتير. في ناس او من الناس اللي هو انا كمان في اليوم العادي انا بنسى اشرب ميه، فما بالك في رمضان. فاحنا لو هنيجي ندي مثال واقعي، مثلا بتفطر على المغرب، بعد المغرب بتريح شويه، بتلاقي العشاء قدم، تنزل تصلي العشاء، بعد كده التراويح، تلاقي نفسك خلصت كل ده على الساعه 10 ونص. فانت مطالب منك ان انت تاكل. انت ما اكلتش كل ده غير وجبه واحده بس اللي هي وجبه الفطور. انت مطالب ان انت تاكل من الساعه 10 ونص او من الساعه 11 لغايه السحور الوجبات بتاعتك او السعرات الحراريه بتاعتك. ده بالنسبه للاكل. بالنسبه للميه نفس الكلام. انا واحد من الناس زي ما انا قلت ان انا اصلا بنسى اشرب ميه، فوقت الفطار او وقت رمضان انا هنسى اشرب ميه اكتر.
حتى لو هنقول ان ده صيام وانت المفروض تعطش وبتاع، لا، هتلاقي نفسك او مش انا لوحدي، هتلاقي على الفطار هتشرب ميه كتير، بعد كده على مدار اليوم مش هتشرب ميه، وده غلط، ده غلط جدا. خصوصا ان المفروض مدار اليوم كله بيبقى معظمه عباده. انا عن نفسي مش هعرف ادخل الكرياتين في الكورس بتاعي عشان انا مش هعرف اكفي جسمي بالميه. انت لو هتعرف تكفي جسمك بالميه، وفي ناس طبعا بتعرف تعمل كده، يبقى الكرياتين هيبقى مهم جدا ليك لو انت خدته في رمضان او غير رمضان. عشان كده الكرياتين مش من ضمن اهم المكملات اللي انا حطيتها في الحلقه النهارده، عشان طبعا قله الميه اللي موجوده في اليوم، فانت ممكن تاذي الكبد او الجسم بتاعك، وده اللي احنا مش عايزينه. بس كده، دي حلقه النهارده، اهم المكملات. لو عجبتك الحلقه اخبط لايك واشترك لو لسه مشتركتش، وشير الفيديو مع صحابك. ولو في اي سؤال على رمضان او المكملات الغذائيه او ايا كان ايه في رمضان، اساله لي في الكومنت وانا ان شاء الله هرد عليه في اقرب وقت. ودمتم في رعايه الله.